حيث أعلنت وزارة الأمن الداخلي الصومالية عن ضبطها لحوالي 10 ملايين دولار كانت على متن طائرة من نوع بوينغ 737 حطت في مطار مقديشو الدولي. وقالت مصادر صحفية إن سلطات مقديشو شكت في الحقائب الإماراتية وأخضعت تلك الحقائب للتفتيش ليتبين لاحقا بأنها تحوي على هذه المبالغ المالية الضخمة. وحسب تلك المصادر فإن شخصيات رسمية من السفارة الإماراتية كانت في المطار لحظة وصول الطائرة لاستلام المبلغ، إلا أن سلطات المطار حالت دون ذلك. ما تحليلك لما جرى؟ هل يمكن أن يكون محاولة إدخال مبلغ لمصاريف السفارة الإماراتية كما تريد المصادر الإماراتية أن تقول؟ هو الحقيقة كثير من الملاحظات في هذا الحادث الذي جرى. أولا، كل سفارات الإمارات العربية المتحدة في الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي غيرها لا يمكن أن تكون معشار هذا المبلغ. هذا المبلغ طبعا ليس مصاريف عادية للسفارة، هذا المبلغ لمسائل أخرى، ومسؤولي السفارة قالوا هي رواتب للجيش الصومالي ولبعض المتعاونين. عمليا هذا تخريب، يعني هي رواتب للجيش. يعني لماذا تطالب السلطات الأمنية؟ يعني إذا كانت للجيش الصومالي فالسلطات الأمنية تستطيع أن تسلمها للجيش. نعم، وهذا الغريب. يعني الإمارات تعطي رواتب للجيش الصومالي، الجيش الصومالي المفروض يأخذ رواتبه من الحكومة، وإذا أرادت أن تعين الحكومة في دفع رواتب الجيش الصومالي هذه الأموال تعطى للحكومة، لا تهرب بالطائرات. وهذا العبث، هذا عبث إماراتي آخر مثل ما الذي حصل في جيبوتي، يحصل في الصومال حول ميناء بربرة، ويحصل الآن في داخل مقديشو. هذه سياسة إماراتية مدمرة، وأنا أعتقد أن الأمر إذا استمر بهذا الشكل سيقع متردد. كل ما يسمى بالنفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي سيقع تصفيته تماما، وهذه التصفية سيأتي الدور حتى في اليمن. لماذا نكبر الموضوع؟ يعني ألا توجد إشكاليات مالية بتحويل الأموال إلى الصومال مما يدفع السلطات الإماراتية ربما لتحويل رواتب موظفيها بهذا الشكل؟ لا يمكن أن يكون رواتب موظفيها 10 مليون دولار. لماذا؟ لا يمكن. يعني هي هل عندها رواتب أكثر من رواتب الحكومة؟ هذه رواتب حتى الحكومة الصومالية لا تدفعها. 10 مليون دولار هذه الحكومة الصومالية ليس عندها. هذا أولا. ثم ثانيا، الآن الإمارات متورطة في القرن الإفريقي تورط كبير، لأنها كانت عندها مشكلة في جيبوتي ووقع طردها. الآن كان ميناء بربرة ذهبت وعملت اتفاقية موانئ دبي مع الحكومة الإثيوبية ومع الصوماليلاند. بعد ذلك وقعت مشكلة ما بين الصوماليلاند وبين الإمارات مرة أخرى، والآن الإمارات في مشكلة مع الحكومة الصومالية ذاتها. يعني ما حجم هذه المشكلة؟ تقديرك لحجم هذه المشكلة. عمليا الإمارات الآن، اسمح لي، عمليا الإمارات الآن عندها وقع طردها من جيبوتي، وكان ميناء بربرة الذي عمل مشكلة كبيرة، وشكت الصومال بالإمارات إلى جامعة الدول العربية، وقعت فيه مشكلة مع الصوماليلاند، والآن المشكل الثالث مع الحكومة الصومالية. الإمارات سياستها استعلائية، فيها تخريب، فيها إفساد، وهو على فكرة ليس فقط في القرن الإفريقي، حتى الدول المغاربية في اليمن، في تونس وفي ليبيا أيضا تعطي بعض السياسيين لتخريب العملية السياسية، مثل ما أعطت لخليفة حفتر ومثل ما أعطت لأحزاب تونسية. عمليا الإمارات سياستها تخريبية في كل الدول العربية وفي القرن الإفريقي، ولم يبقى إلا أن ينتفض اليمنيون حتى يقع الإحاطة بكل هذا العبث الإماراتي في الساحة العربية. ختاما، بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وعلاقاتها الرسمية مع الحكومة الصومالية، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات على سبيل المثال؟ هو يبدو أنه حسب الأخبار على أنه تدخل أفراد من الجيش وبعض الوزراء وجاءوا لمحاولة حل المشكلة. يعني أفراد من الوزراء يبدو أنهم لم يريدوا أن يصعدوا المشكل، وبحثوا عن حل وصيغة لحل المشكلة بين مسؤولي السفارة وما بين أمن المطار والمخابرات. ولكن ما نعلمه، ما حصل إلى الآن أنه لم يقع إرجاع الأموال إلى السفارة الإماراتية. ربما يقع صيغة من صيغ الحل بين الاثنين، وربما حتى الإمارات تدفع للحكومة الصومالية لإسكاتها وللملمة الموضوع. في جميع الحالات السياسة الإماراتية أصبحت مكشوفة، وأصبحت ضحاياها
يزدادون، ولذلك صعوبتها ستزداد أيضا. أنا رأيي هكذا. شكرا جزيلا لك الكاتب والإعلامي الطيب الغيلوفي. فاصل قصير نعود بعده أعزائي المشاهدين لمتابعة أضواء على الأحداث، فابقوا معنا.